شعب صنهور وفي ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلاد. هيتشرف أبونا داوود إنه يقول كلمة ويعلق على أحداث اللي بتجرى في الأوضاع اللي بتمر بها البلاد في الظروف الصعبة. الحقيقة المحبة اللي احنا لابسينها دلوقتي بطريقة عملية ما هياش غريبة على شعب صنهور. بنلمس دايما في كل المواقف ان المسلم والمسيحي راجل واحد في صنهور، عن عمل مش عن كلام. واحنا معانا حبايبنا من عائلة عليوة، بقيادة المستشار عبد العزيز علي والعمدة امين من عائلة عليوة برضه، وحبايبنا من عائلة الزغيبي. وده نموذج ومثال طيب لكل البلاد بره صنهور ان احنا نعيش في ملحمة حب. وعلى فكرة احنا بنحارب مش فئة او فصيل معين، البلد بتحارب تنظيم عالمي، لان في ارهاب وفيه يعني باذن الله مصر هتبقى فيها سلام وهتبقى امنه، ومصر لها بركه خاصه في الكتب المقدسه، وجاء تعبير في الكتاب المقدس بيقول مبارك شعبي مصر. فربنا مبارك البلد دي، مش هيسمح لها باذى ولا بشر ولا بسوء، وزوبعه وهتنتهي ودي توابع وكده خلاص يعتبر يعني اتقطع شوط كبير قوي. بس احنا بنقول يعني قلوبنا مع كل اهالي الشهداء بتوع الداخليه اللي استشهدوا امبارح واول امبارح بدون وجه حق او ان هم بيدافعوا عن الوطن. يعني هم ليهم مكانه كبيره عند ربنا، وربنا يعوض في اولادهم وعائلاتهم واسرهم، وربنا يديم المحبه وان شاء الله. ربنا يقول له كلمه عشان كما نتوجه بكلمة من قدس أبونا يعقوب، كلمة بتوجهها للعنصر المتطرف اللي بيمارس أعمال الشغب حاليا. قبل ما نتكلم أي حد خارج، احنا بنعيد على اخواتنا المسلمين أو على المصريين كلهم بعيد الفطر للمرة الثانية والثالثة والعشرة. كل سنة ومصر والعالم كله بخير. ويعني أنا سعيد إني عشت اللحظة الجميلة دي اللي فيها اخواتنا المسلمين بيدافعوا عن كنيستهم، مش كنيستنا، كنيستهم، وإن روح جميلة وحلوة. فعلا الضيقة صناعة الرجال، ودي اللحظات اللي فيها معنى الرجولة يتجسد، مش كلام لكن بمعنى حقيقي وعلى الأرض. ربنا يديم المحبة. المحبة دي هي لا تطرد كل شيطان وتطرد كل شخص يريد أي ضرر بأي مكان. كلنا فدا مصر، وكلنا ايدينا في ايدين بعض عشان مصر تبقى أعظم بلد زي ما كانت وهتبقى أعظم بلد في العالم.